فاكرين أول يوم جامعة؟ كنتوا مستنيين التجربة الجديدة اللي داخلين عليها، الحرية وفكرة إنك هتذاكر براحتك ومفيش ضغط المدرسة. بس فجأة تلاقي نفسك قدام 100 سلايد وعندك كويزات وديدلاينز، وهنا بقى تبدأ تسأل هذاكر كل ده ازاي؟ بصراحة السر مش في كمية اللي هتذاكره، السر في أهمية إنك تستعد صح من البداية. هنشوف مع بعض ازاي. أعرفكم بنفسي، أنا شهد طالبة في هندسة القاهرة. أول حاجة، set a goal. خلي دايما عندك هدف، بمعنى ليه انا في المكان ده اصلا وليه بذاكر، لان الهدف ده هو الموتيفيشن اللي هيفضل بيحركك طول الرحله وبيخليك تكمل مهما كانت الصعوبات اللي بتواجهك. والا مع اول عقبه هتقابلك هتقع وتستسلم وتقول عليا بايه من ده كله يعني. فلازم تبقى عارف انت عايز ايه فعلا. وواحده من الجمل الجميله جدا في الموضوع ده: إن لم تكن تعرف أين تذهب فكل الطرق تؤدي إلى هناك. بمعنى إنك أصلا لو مش عارف أنت عايز إيه فكل الطرق هتحس إنها مناسبة، وأي حد هيقولك اعمل حاجة هتعملها، لأنك فعلا ما عندكش هدف فمش قادر تحدد أنسب طريق تمشي فيه. تاني حاجة، اعرف أنت داخل على إيه. قبل ما تبدأ لازم تكون فاهم أنت داخل على إيه. يعني هتشوف مثلا هتدرس كام مادة وإيه هي المواد دي، طب مين الدكاترة اللي هتدرس لك. يعني ما تبقاش زي اللي داخل السينما ومش عارف الفيلم اللي هيتفرج عليه. اعرف ايه اللي مستنيك عشان تعرف تحط خطة بشكل صح. وانا قصدي هنا تعرف بشكل مبدئي جدا عن المادة، يعني مثلا تبص عليها تشوف محتاج تحفظ اكتر ولا تحل مسائل اكتر، ولا الاتنين مع بعض. وبعد ما عرفت انت داخل على ايه، تبدأ تنظم الدنيا. يعني ايه؟ ابدأ حط جدول يناسب طاقتك، وده اللي هيساعدك تستفيد بأفضل شكل من وقتك. بس خلينا واقعيين واحنا بنحط الجدول، يعني ما يبقاش جدول مستحيل عشان كده كده مش هيتنفذ، وساعتها انت هتحس بإحباط. ولا يكون جدول ساعة مذاكرة وخمس ساعات بريك يعني. والجدول أهميته في إنه يربط المهام المطلوبة منك بالوقت المتاح عندك. بعد كده حط بلان. وهنا طبعا هيجي في بالك سؤال: ايه الفرق بين الجدول والبلان؟ الجدول هو حاجة بسيطة جدا بتقولك هتذاكر ايه امتى وبس كده، لكن البلان بقى بتقولك هتذاكر ازاي، لأن المواد مش زي بعضها. كل مادة بتبقى ليها طريقة أحسن في مذاكرتها. طب يعني ايه بقى الكلام ده؟ بص، مثلا عندك مادة نظري امتحاناتها واضحة نسبيا بتبقى عايزة منك حفظ أكتر، بس أكيد لازم يبقى فهم. لكن الماث أو السيركت عايزين تذاكر المحاضرة وممكن تبص على الريفرنس عشان تفهم أكتر وتحل الشيت، وأهم حاجة فيهم الحل الكتير. ودايما دايما أيا كانت طريقة مذاكرتك وأيا كانت نوع المادة، حاول تبقى فاهم، لأن ممكن يجيلك في الامتحان أسئلة أول مرة تشوفها وأفكار جديدة ومختلفة عن اللي انت حليته، فلازم تبقى فاهم عشان تعرف هتحل أي حاجة تقابلك إن شاء الله. فالبلان بتديك نظرة شاملة وبتوضح لك الطريق اللي هتمشي فيه. بعد كده البيئة. البيئة من أكتر الحاجات اللي بتأثر علينا وعلى إنتاجيتنا حتى لو مش حاسين بده. من المهم جدا إنك تحدد أنت بتحب وبتعرف تذاكر وبتركز أكتر فين، وتهيئ المكان يعني يكون منظم وتكون محضر كل حاجة ممكن تحتاجها وانت بتذاكر عشان ما تضطرش كل شوية تقوم تجيب حاجة، لأن ده ممكن يشتتك. ويكون المكان اللي بتذاكر فيه طاقته كويسة، وممكن البيئة تشمل تفاصيل كتير جدا. المهم تشوف ايه اللي بيريحك وبيخلي انتاجيتك اعلى وتعمله. وعلى فكرة بقى انت مش لوحدك. البيئة المناسبة كمان في إنك تكون حوالين ناس عندهم نفس الهدف، يعني مثلا صحابك في القسم. ومش المقصود إن لازم تقعدوا تذاكروا في نفس المكان ولا تذاكروا كلكم نفس الحاجة في نفس الوقت. المقصود تشجيعكم لبعض ومساعدتكم لبعض. يعني لو حد فيكم أحبط شوية أو ما كانش في أحسن أحواله، الباقي بيساعدوه إنه يقوم ويكمل. ولما بيقف قدامك أي سؤال بتسألهم وبتلاقيهم جنبك يساعدوك. ولو حد عمل اي ملخص او لقى ماتيريال كويسه بيبعتها للباقي، وبيشرحوا لك لو في حاجه انت مش فاهمها وحاجات كتير قوي. وده حقيقي جزء لا يتجزأ من الرحله، وبيهون الرحله جدا وبيساعدك ان نفسيتك دايما تبقى احسن وتبقى انتاجيتك اعلى كمان. عشان كده بنقول ان احساس انك مش لوحدك هيفرق معاك جدا. وكمان الدفعات الأكبر منك دول أكبر إثبات إنك مش لوحدك. أي مشكلة أنت فيها دلوقتي حصلت لحد قبل كده، لأنهم خلاص عدوا على اللي أنت عايش فيه ده، واحتاروا وغلطوا وعرفوا إزاي يصلحوا غلطاتهم، وعرفوا الطرق المختصرة كمان. ما تخافش تروح للي أكبر منك وتسأله عن مادة محيراك ومش عارف تعمل فيها إيه، وهتلاقيه بيساعدك تطلع من المتاهة دي وتمشي في الطريق الصح. وقبل ما نبدأ برضو، المهم نعرف إيه اللي بيشتتنا. خلينا نتفق ان من اكتر الحاجات اللي بتضيع وقتنا هو اننا نكون مشتتين ومش عارفين نركز. طب مشتتين من ايه مثلا؟ الحقيقة في حاجات كتير قوي، اهمهم طبعا الموبايل. مين بعتلي مسج، مين عمل كومنت، طب هخش العب جيم وغيره. واحنا في عصر مفيش اكتر فيه من المشتتات، فالمفروض اني وانا بذاكر ابعد عن الموبايل
بس مشكلتنا هنا بقى إننا دايما بنبقى حاسين إن في حاجة فايتانا، فبنفضل نتشيك على الأكاونتس بتاعتنا بشكل مبالغ فيه وبلا داعي. يعني قولي مثلا إيه الحاجة المهمة جدا اللي ما ينفعش تستنى ممكن تحصل وانت قاعد بتذاكر؟ صدقني مفيش، وانت شخصيا لما بتفتح موبايلك تاني بتلاقي مفيش أي حاجة حصلت كأن شيئا لم يكن. فمهم قوي تعرف إن مفيش أي حاجة هتفوتك ولا العالم هيتغير في الكام ساعة دول يعني. فدايما حاول تقفل الموبايل خالص، ولو انت شخص مش بيقدر يسيطر على نفسه نزل ابلكيشن بيقفل الموبايل تماما لعدد ساعات معين انت بتحدده، والابس دي مفيش اكتر منها. ولو بتذاكر على التليفون ممكن تنزل ابلكيشن بيقفل حاجات معينة في الموبايل مش كل حاجة، يعني مثلا يعمل ليميتس للوقت اللي انت بتقضيه على الفيسبوك او انستجرام او اي حاجة تانية بتضيع فيها وقتك. وطبعا في حاجات كتير ممكن تكون بتشتتنا مش بس الموبايل، بس الشاهد هنا إننا نحط limits لأي حاجة بتشتتنا وبتخلينا مش مركزين في اللي احنا بنعمله أيا كانت هي ايه. لأن صدقني ساعة واحدة تقعد تذاكرها وانت تركيزك 100% أحسن بكتير من 5 ساعات وانت ما كملتش حتى 10% من تركيزك. ومهم قوي ناخد بالنا إننا أحيانا بنبقى عارفين المشكلة فين وعارفين الحل بتاعها كويس قوي بس مش عايزين نعمله. طيب، بعد ما نظمنا وقتنا وعملنا الجدول والبلان وحوطنا نفسنا بالبيئة المناسبة وخدنا نصايح الأكبر مننا وبعدنا عن أي حاجة ممكن تشتتنا وبقينا تمام جدا الحمد لله، مش ناقصنا حاجة عشان نبدأ بقى نذاكر. أيوة فعلا ده الوقت إننا نذاكر، بس دلوقتي لازم ناخد حذرنا من مشكلة بيقع فيها أغلبنا وهي التسويف. وهو واحد من أخطر الحاجات اللي ممكن نقع فيها. يعني لما بتظبط كل حاجة ويجي وقت الجد وهتذاكر أهو تلاقي أفكار التسويف قدام عينك. هشرب قهوة الأول شوية وهبدأ الساعة 12 بالظبط، ما ينفعش أبدأ 12 ل10 وأي حاجة حرفيا. وبعد ما تضيع وقت بتبدأ تندم، وعشان ده ما يحصلش أول حاجة لازم تفهم هو أنت بتعمل كده ليه. في الحقيقة أنت كده بتهرب، يعني أنت خايف متعرفش تذاكر فتهرب، أو حتى لمجرد الكسل. والحل في إنك تواجه نفسك بده وتجبر نفسك إنك تبدأ حتى لو لجزء صغير، وشوية وهتلاقي نفسك كسرت حاجز البداية وبتكمل عادي. طيب، نيجي بقى لطرق المذاكرة. في كذا طريقة اختار منهم اللي يناسبك. أول حاجة طريقة البومودورو، يعني تذاكر 25 دقيقة كاملة وبعدها 5 دقايق بريك، وبكده انت ذاكرت فترة صغيرة لكن فعالة ومحافظ على تركيزك. لأن في دراسات بتقول إن دي الفترة اللي العقل بيفضل محافظ فيها على تركيزه، وبعد كده التركيز بيبدأ يقل تدريجيا. وعلى فكرة مش لازم يبقوا 25 دقيقة، شوف انت بتبدأ تركيزك يقل بعد قد ايه، ممكن يبقى نص ساعة، ممكن مع الوقت ومع التدريب على التركيز يبقوا 50 دقيقة كاملة. وبعد كده لو انت شخص بتحب ترتب الحاجات قدام عينك ممكن تعمل مايند مابس، هتعجبك الطريقة دي قوي وهتساعدك في فهم الحاجات المعقدة بشكل سهل. وفي كتير مننا بيحب يذاكر عن طريق الكتابة وانه يعمل ملخصات، وعلى فكرة دي طريقة فعالة جدا لانك كل ما بتشغل حواسك اكتر هتركز اكتر وهتفتكر اللي بتذاكره بسرعة. فدايما حاول وانت بتذاكر انك تكتب، هتلاقي مخك بيستوعب احسن. وبعد ما تخلص مذاكرة ابدأ لخص اللي ذاكرته بطريقة منظمة بحيث انك لو رجعت للجزء ده تاني هتبص على الملخص بتاعك على طول ومش هتحتاج تذاكر من الأول. وكمان ممكن تشرح بصوت عالي، كتير مننا بيعمل الحركة دي وهي إنك تشرح أكنك قاعد قدامك ناس بتشرح لهم حتى لو قاعد لوحدك. الحلو في الطريقة دي إنها بتختبر فهمك للمادة وبتثبت المعلومة، ده غير إنك شغلت حاسة زيادة، أنت بتسمع اللي بتقوله. وكمان طريقة السؤال والإجابة، يعني اسأل نفسك أسئلة على كل جزء بتذاكره وجاوب عليها، ده بيأكد لك إنك فهمت بجد مش قاعد بتقرا وخلاص. وكمان اشرح لغيرك، واحدة من أكتر الحاجات اللي ممكن تثبت المعلومة في دماغك وعن تجربة وتخليك ما تنساهاش هي إنك تشرح المعلومة لحد تاني، ده غير إنك بتبقى بتفيد غيرك فما تبخلش على حد بأي معلومة أو بأي وقت. وعامة في طرق كتير جدا ومختلفة للمذاكرة ومفيش طريقة واحدة هي الصح تماما، لأن كل واحد فينا مهاراته وقدراته مختلفة عن التاني. فحدد طريقة المذاكرة الأنسب ليك واللي بتكون فعالة معاك أكتر واشتغل عليها. وبرده من الحاجات المهمة قوي هي إنك تختبر نفسك test yourself. طب ليه هي مهمة؟ الحل والتطبيق هو أكتر حاجة بتثبت المعلومة في دماغك، وكمان بتخليك تتأكد إنك كده ذاكرت كويس وتمام ولميت كل النقط، ولو في أي حاجة مش مفهومة بتنبهك ليها. يعني انت لو قاعد بتحل سؤال ولقيت اني لا مش عارف احل ده، طب هل ده بسبب ان انا مش فاهم ولا بسبب ايه بالظبط، فتقدر ترجع للنقطة دي تاني وتذاكرها كويس. وكمان حاول تبص على الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت وحل الأسئلة اللي فيها، شوف ايه بيتكرر مثلا، ولو في فكرة جديدة حلها وافهمها كويس بحيث تكون متدرب على كل المسائل والأفكار اللي ممكن تيجي. وبعد كده reward yourself، كافئ نفسك لأنها تستحق ده ولأنك أحيانا ممكن يكون مجرد المكافأة هو الدافع ليك إنك تنجز دلوقتي على المدى القصير طبعا.
يعني أنت أحيانًا ما بتبقاش في أحسن حالاتك، وممكن بس تقرر تكمل لإنك نِفْسك في حاجة معينة مقرر تكافئ نَفْسك بيها، فهتخلّص اللي وراك عشان تعملها. مثلًا لو حليت كويس في quiz أو midterm ليه ما تبسطش نفسك وتكافئها على إنك بذلت مجهود فعّال، شوف إيه بيبسطك واعمله، أو هات لنفسك حاجة أنت بتحبها، أنت أكيد عارف إيه الحاجة اللي ممكن تفرحك، المهم فعلًا تعمل كده لإنها هتفرق جدًا في نفسيتك، وهتخليك عايز تكمل وتبذل مجهود تاني وأنت عندك طاقة. بعد كده balance. بمعنى إيه؟ بمعنى إنك زي ما هتدي المذاكرة حقها أوي، برضه افتكر إن في حاجات تانية ليها حق عليك، زي أهلك وصحابك والناس اللي بتحبهم، الهوايات والأنشطة اللي بتعملها، وحاجات تانية. ما ينفعش أخلي يومي أو أيامي كلها عبارة عن كلية ومذاكرة وخلاص. يعني ممكن لو بتلعب رياضة معينة خليك منتظم عليها على الأقل ساعة في اليوم، ومهم نقضي شوية وقت مع أهلنا حتى لو قليل. أهم حاجة أركز في الكواليتي بتاعة الوقت ده عشان ما يحسوش إننا منعزلين وإن الدراسة واخدانا منهم. طب وصحابي، صحابي اللي بقالي كتير ما بسألش عليهم دول، لو وقتك مش سامح خالص انكوا تنزلوا تتقابلوا وده طبيعي جدا في الدراسة، ممكن تكتفي بانك تتصل بيهم تطمن عليهم وتعرف ايه اخبارهم وتبقوا تتقابلوا براحتكوا في الاجازة. بس المهم ما تقطعش التواصل معاهم خالص، لان وجود صحابك اللي بتحبهم ده بيساعدك نفسيتك تبقى احسن، وبالتالي بيحسن من انتاجيتك. كل الحاجات دي مش تضييع وقت اطلاقا، وانما هي استغلال لوقت الفراغ او الوقت اللي انت بتاخده في الراحة. والتوازن بطريقة صح بيساعدك إنك تجدد طاقتك وترجع للمذاكرة بنفسية أحسن وقدرة أكبر على المذاكرة، وبتحس فعلا إنك حابب الحاجة اللي بتعملها وقادر تبذل فيها أكتر، لأنك ما بقتش حاسس إنها بتمنعك إنك تعمل كل حاجة أنت بتحبها وبتعدلك عن الحياة. وممكن برضو تخلي كل الحاجات دي نوع من المكافآت اللي تديها لنفسك زي ما اتفقنا قبل كده. وبكده نبقى اتكلمنا عن شوية حاجات ممكن تساعدنا في الدراسة عشان نأدي بشكل أحسن، سواء إن يكون عندنا هدف أو إننا نعرف إحنا داخلين على إيه ونحط جدول وخطة واضحة نمشي عليهم، أو حتى البيئة اللي المفروض نحوط نفسنا بيها، واللي هي من أهم الحاجات اللي كتير مننا ممكن يكون ما بياخدش باله منها على الرغم من تأثيرها الكبير علينا. وكمان اتكلمنا عن شوية طرق للمذاكرة وعن أهمية إنك تختبر نفسك وتكافئ نفسك، وعن أهمية إن أنت توازن بين حياتك والدراسة. ويا رب تكونوا استفدتوا من البودكاست. كنت معاكم شهد من تيم جي او سي في دس.